Let's go. ده فيكتور فانس، شاب كويس بس الدنيا جاية عليه في وقت كل حاجة حواليه ماشية شمال، بس هو راجل نضيف ومش جاية معاه يمشي في الشمال منه. Vic Vance reporting for duty, sir. وبيبقى جاي من بلد اسمها دومينيك ريبابليك واتولد في وسط عيلة مش نافعة أساسا، بس في وسط العيلة اللي مش نافعة دي بيبقى عنده أخ مريض ولازم يصرف على علاجه. One is real sick, asthma, and I gotta pay the bills. وعلى قد ما هو محتاج فلوس عشان علاج أخوه، على قد ما حاول يبعد عن الشمال في الوقت اللي اليمين فيه فايس سيتي تقريبا ما جاش. I don't want to be a damn drug dealer. It's for assholes. Vic, don't go soft on me now. لحد ما في الآخر الدنيا جت عليه ورجليه ودته للشمال، ومن بعدها مفيش حاجة حرام في مدينة فايس سيتي كلها ما عملهاش، لحد ما تومي فيرزاتي ظهر في فايس سيتي وبتحصل الحادثة اللي كل الجي تي أوية عارفينها وفيكتور فانس بيتقتل. حلوة الجي تي أوية دي. فإيه بقى اللي حصل لفيكتور فانس وإزاي اتحول من راجل نضيف ماسك آخر اليمين لواحد اشتغل في كل حاجة حرام ومسك آخر الشمال، وإزاي أساسا اتسحب للسكة دي ومين اللي فتح له الباب ده أصلا ومنين معاه بيودي على فين؟ ده اللي هنعرفه النهارده. بس قبل ما نبدا ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعد، ولو اول مره تشوفنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا احمد فارس ودي قصه فيكتور فانس في جي تي اي فايس سيتي ستوريز. وعشان وقتي ووقتك بتبدا الحكايه بفيكتور وهو داخل على مبنى الجيش في مدينه فايس سيتي، وبنعرف انه جندي متطوع في الجيش، ولما بيدخل المكتب بيقابل ده الرقيب جيري مارتينيز، وده المسؤول عن الوحدة اللي فيكتور فيها. وبنعرف ان الرقيب ده بيستغل منصبه عشان يدور شغل مخدرات وسلاح في المدينة لحسابه من تحت لتحت. المهم ان فيكتور وجيري بيتكلموا مع بعض، وبنعرف ان فيكتور عنده 2 اخوات، واحد مريض وعنده ازمه ومحتاج مساعده وعلاج كتير وغالي، والتاني فائد ورايح في داهيه ومفيش منه رجا، وامه بتبقى ست مدمنه ورايحه في داهيه هي كمان وايدك منها والارض، وابوهم محدش عارف له طريق جره ولا اذا كان اصلا عايش ولا ميت ولا ايه ظروفه في الحياه. وبنفهم ان فيكتور اتطوع في الجيش عشان مفيش فرص شغل كتير له في المدينه، وهو محتاج فلوس عشان يصرف على علاج اخوه اللي عنده ازمه. وجيري لما بيسمع قصه فيكتور بيستغل احتياجه للفلوس وبيخليه يخلص له الشغل الشمال اللي مدوره في المدينه، وطبعا كله بحسابه. وفيكتور بيبقى معترض في الاول بس بيضطر انه يوافق عشان هو محتاج الفلوس اللي هتطلع له من الشغل ده، فبيروح يجيب له شنطه مخدرات وبعدها بيسلك له شحنه اسلحه والموضوع بيسرح منه خالص. وجيري مارتينيز بيكون سيطر على فيكتور من حته احتياجه للفلوس لدرجه انه بقى بيخليه يروح يجيب له نسوان وفيكتور مش بيقدر يعترض. بس المره اللي كان رايح يجيب له فيها نسوان كان مفتش المعسكر واقف على الباب وشاف فيكتور وهو داخل بالبنت، فطبعا فكر انه مدخلها لنفسه ومسح بكرامته الارض وكرشه ومنعه من دخول المعسكر نهائي. وده بالنسبه لي الصراحه هو من انه يبقى راجل لا مؤاخذه ماسك فوطه. وطبعا فيكتور في سياق القصه بيبقى شايط من جيري بس مش هيقدر يعمل له حاجه، وبكده فيكتور بقى في الشارع من غير فلوس ومن غير شغل ومش عارف يعمل ايه ولا يروح فين، لحد ما بيجي له رساله من واحد اسمه فيل كاسيدي، وده تاجر سلاح معروف في فايس سيتي وبيبقى اتعرف عليه لما كان بيسلك شحنه الاسلحه لجيري. وفيل بيقول له في الرساله انه عايزه في شغله وبتاع وانه عنده مكان يبات فيه لو احتاج. فطبعا فيكتور بس فرجت وفعلا بيروح على فيل، وبنعرف ان فيل عنده مشاكل مع عصابه اسمها تشولوز، وفيكتور بيساعده انه يحط عليهم وبيعمل معاه شويه فلوس كويسه. وبعد كام طلعه مع فيل الشغل بيبدا يقل معاه، بس فيل بيكون استجدع فيكتور فبيبعته على الراجل ده مارتي ويليامز، وده يبقى جوز اخت فيل اللي اسمها لويس كاسيدي، ومارتي بيبقى مخلف منها طفله، وبناخد بالنا انه راجل سايكو شويتين وبيعامل لويس وحش قوي الصراحه. المهم ان مارتي ده يبقى زعيم عصابه اسمها تريلر بارك مافيا، ونشاطه انه بياخد فرده من المحلات اللي في منطقته مقابل الحمايه، وعنده سايد هاسل على جنب كده لا مؤاخذه يعني استغفر الله العظيم يا رب بيسرح نسوان. ايه اللعبه اللي كلها رفعهم دي يا اسطى؟ المهم ان مارتي ده بيبقى برضه معاه مشاكل مع عصابه تشولوز، وده عشان بيدخلوا على منطقته وفي نفس الوقت بيضايقوا البنات اللي شغاله معاه في لا مؤاخذه السايد هاسل بتاعه. وفيكتور بيفضل معاه وبيساعده انه يحط على عصابه تشولوز في الشارع، وبيساعده كمان انه يوسع البيزنس بتاعه وبيخليه يسيطر على المحلات اللي بتدفع للتشولوز فلوس مقابل الحمايه وياخدوها هم لحسابهم، يبددوا عليهم يعني. وبتمشي الدنيا على هذا الحال لحد ما في الاخر عصابه تشولوز بتنتقم من فيل وبتولع له في المخزن بالبضاعه اللي فيه، وفيكتور بيروح له عشان ينقذه، وبعدها بيساعده انه يطلع البضاعه من جوه، وفيل بياخدها وبيمشي ومن بعدها بيختفي تاني. وفيكتور بيفضل مكمل شغل مع مارتي بيلم له فلوس الحمايه من المحلات وبيحط له على عصابه تشولوز في اماكنهم، وهو منه بيدخل فلوس لنفسه عشان يقدر ان هو يصرف على علاج اخوه. بس في نفس الفتره دي لويس بتكون جدت وجابت اخرها من مارتي خلاص من معاملته الزباله ليها، وبتاخد البنت وبتسيب له البيت وبتمشي وبتروح تقعد عند اختها. That's it! I'm taking the baby and I'm going to stay with my sister! Good. Go ahead. Go. وبعدها بنبدأ نشوف مارتي وهو بدأ يتعامل مع فيكتور برضه بأسلوب وحش وهو بيطلب منه شغل، وفيكتور عشان حاليا مفيش أي حد يشتغل معاه غيره فبيعصر على نفسه ليمونة وبيستحمل تكسكته عشان الفلوس اللي بياخدها منه. وبتمشي الدنيا على هذا الحال لحد ما فيل بيبدأ إن هو يظهر في المشهد تاني، بس المرة دي بيبقى معاه جيري مارتينيز. وفيكتور أول ما بيشوف جيري بيقول له عايز تمسكني الفوطة يا ابن
بس جيري بيرد عليه بكل برود وبيقول له انت شغال تحت فيل وفيل هو اللي بيقبضك، وفيل بقى شغال تحتيه انا وانا اللي بقبضه، يعني من الاخر انا الكاش اللي جالك واللي هيجيلك، فبمزاجك او غصب عنك انت بتاعي، فشوف بقى انت هتحسبها ازاي، بس لو عايز فلوس عشان علاج اخوك يبقى تسمع وتنفذ وبس. وفيكتور بيتعصب عليه وامك وابوك وشت وفك وبتاع، وفي الاخر بيركب المرجحه عادي جدا وبيوافق عشان هو محتاج فلوس، وبتمشي الدنيا على هذا الحال. وفيكتور وفيل بيخلصوا شغل جيري الشمال، وفي نفس الوقت بيبقى شغال مع مارتي جوز اخت فيل، وفي فلوس داخله والدنيا جميله، لحد ما في الاخر بناخد بالنا ان مارتي هو كمان داس بنزين في معاملته مع فيكتور على الاخر وبدا يهينه بالزياده. وفيكتور بيقول له يا بقت كده طب اهو. بيروح له لويس مراته يشقطها من عند اختها وبيقول لها عينيكي فيها حزن، وهي بتقول له تصدق طب فوم ايه يا اسطى اللعبه اللي كلها ماسكه فوط لبعضها دي. المهم ان فيكتور في مره كان رايح للويس، بس لما وصل لقى دي ماري كاسيدي اختها، وبتقول له ان مارتي عرف ان لويس خرجت معاه كذا مره وبتاع فخطفها عشان يخلص عليها. ففيكتور لما بيسمع الكلام ده بيتخض وبيروح وراهم وبيفضل يطارد مارتي لحد ما بيزنقه وبيخلص عليه، وبعدها بياخد لويس بيوديها على مكان امان هي وابنها، وبيقول لها خلاص مفيش مارتي تاني واكيد كده حياتك هتبقى احسن. بس هي بتصدمه وبترد عليه وبتقول له ان هي كده ملهاش اي مصدر دخل، وانها كانت مستحمله مارتي عشان هو اللي كان بيصرف عليها وعلى البيبي، ده غير ان هو قبل ما يموت كان وسع البيزنس بتاعه وفيكتور نفسه ساعده ان هو يعمل ده. وفي الاخر بتعرض عليه ان هو اللي يمسك مكان مارتي في العصابه ويدور هو الشغل بتاعه، وده هيبقى احسن له هو كمان عشان هيبقى فيها فلوس كتير هتخليه يبعد عن الشغل مع جيري، وهيقدر يعالج اخوه من غير ما يحتاج لحد. وهو بيقول لها لا انا راجل كويس وعايز اكمل نضيف وبتاع، بس هما الاتنين كانوا لوحدهم ومش محتاج اقول لك مين تالتهم، فما خدش في ايدها 3 ثواني عشان يركب المرجحه ويوافق. بس عشان يبقى كفاءه انه يدير بيزنس العصابات مكان مارتي فهو محتاج انه يشوف سلاح يشرفه، وعشان كده انا برشح له سكين كلوب. سكين كلوب هو اكبر ستور لسكنز اسلحه لعبه كونتر سترايك في العالم، وطبعا كونتر سترايك دي لعبه الطفوله في سايبرات مصر كلها، يعني غنيه عن التعريف. وعشان كده انا جاي لك النهارده بحاجه بلس 18. مجموعه لعيبه محترفين قرروا انهم يعملوا اكبر ستور باجدد واحدث سكنز للاسلحه في لعبه كونتر سترايك 2 حرفيا، من اول السكينه لحد ما اشوف خيالك يوديك لحد فين. ده غير ان انت تقدر تصنع الكيسز بتاعتك بالسكنز اللي على مزاجك، يعني ببساطه تختار سكنز اسلحتك تحطها في الكيس بتاعتك وتنزل الجيم بام تلاقي الكيس اللي انت حضرتها مستنياك. ده غير ان انت تقدر تعمل ابجريد للاسلحه بتاعتك وتتابع ايفنتس وتدخل باتلز، ده غير الديلي كيسز اللي بتنزل على الستور كل يوم. سكين كلوب مش بس ستور، ده كوميونيتي كامل بيساعد بعضه، يعني انت لو معاك كيس وخلاص زهقت منها فانت تقدر تعمل لها اكستشينج عادي. ولو ما تعرفش كل كونتر سترايك 2 تورنمنتس على مستوى العالم اللعيبه اللي فيها كلهم السكنز بتاعتهم من سكين كلوب. ودلوقتي الدور عليك، سجل دلوقتي وخد لفه هناك، ولو سجلت عن طريق اللينك اللي في الديسكريبشن او اول كومنت او البرومو كود ده هيبقى ليك بونص 7% على كل عمليه شراء بلس 18 وتطبق الشروط والاحكام. اشوفك في الباتل يا بطل. المهم ان فيكتور بيبدا انه يتحرك في المدينه مع لويس عشان يجمع العصابه ويسيطر على الدنيا، وفعلا بيعمل كده وبيبدا يسيطر على الدنيا والفلوس بتزيد والكلام بيحلو لحد ما بيبدا يظهر لنا في المشهد ده لانس فانس اخو فيكتور الفائد اللي رايح في داهيه ومفيش منه الراجل اللي قلنا عليه في اول الحلقه. ففيكتور بيتضايق لما بيشوفه وبيفضل يهزقه عشان هو مبوظ نفسه وملخبط حياته وبتاع، بس لانس بيقول له ان هو اتغير وبقى انسان جديد واحسن من زمان وبتاع، ولو مش مصدق جربني معاك في الشغل ولو مش تمام مشيني. وفيكتور بيوافق وبيقول له ماشي هديلك فرصه وحاول تستغلها صح وبتاع. وفي الفتره اللي ظهر فيها لانس بتبدا تظهر عصابه تشولوس عشان تنتقم من فيكتور على اللي عمله فيهم، وطبعا مش بيسكتوا وبيطردوه عشان هو خلص على ناس كتير منهم ايام فيل ومارتي حتى بعد ما اخد البيزنس بتاع مارتي. وفيكتور بيبقى مش عارف يلمها منين ولا منين، فبيودي اخوه على الفندق عشان يخلعه من الليله دي، وبعدها بيروح على ابن عم مارتي عشان يخلص عليه، وبعدها بياخد بعضه وبيروح على الراجل ده امبرتو روبينا، وده زعيم عصابه الكوبيانز في فايس سيتي، وكان هو ومارتن زمان بينهم شراكه. وامبرتو بيبقى كلم فيكتور عشان عرف ان هو اللي ماسك الدنيا دلوقتي مكان مارتي، فبيجيبه عشان يجس نبضه ويشوف الشراكه دي تنفع تكمل ولا لا. وفي نفس الوقت بيبقى عنده مشاكل مع عصابه تشولوس برضه، وفيكتور بيعرض عليه انهم يشتغلوا مع بعض وعدو يبقى حبيبي، وامبرتو بيبقى عايز يوافق بس بيبقى مش واثق قوي في قدرات فيكتور. ففيكتور بيساعده في كام عمليه وبيكسب ثقته، وامبرتو لما بيتاكد من كفاءته بيوافق انه يشتغل معاه. وبكده اتحاد فيكتور مع امبرتو خلاهم اقوى، والاتنين بيستغلوا بعض في انهم يخلصوا على عدوهم المشترك في فايس سيتي واللي هو عصابه تشولوس، وبيسرقوا مخزن الاسلحه بتاعهم وبيقضوا عليهم وبيولعوا لهم في المقر بتاعهم. وبكده بقى مفيش عصابه تشولوس في مدينه فايس سيتي تاني، ده غير ان امبرتو بيكون سيطر على ليتل هافانا، ودي المنطقه اللي كانت عصابه تشولوس مسيطر عليها.
المهم اننا بنرجع للانس تاني وبنشوفه هو بيتكلم في التليفون، وبعد ما بيقفل المكالمه بيقول لفيكتور ان هو وقع على حد تقيل قوي ممكن يطلعهم من الحته اللي هم فيها دي وينقلهم حته تانية خالص. وفيكتور بيبقى مش مرتاح للي لانس بيقوله عشان الموضوع بيبقى فيه مخدرات، ده غير ان هو عارف ان لانس اخوه اساسا عبيط واي حاجه ممكن تركبه المرجحه بكلمتين، فبيبقى شاكك ان هو فخ. لا يا راجل، اخش اجيب لك سطر الجلاليب من جوه. فلانس بيقول له لا يا عم ده مش فخ وبتاع، ودي فرصه وجات لحد عندنا وخليك وش نعمه وثق في اخوك والشويتين دول. وبعدها بياخدوا معاه عشان يجيبوا عربيه للراجل ده عشان يوريه قد ايه الموضوع بسيط وبتاع عشان يطمن له. وفيكتور بعد ما بيروح مع لانس بيطمن شويه. المهم انهم بعد ما بيجيبوا العربيه بياخدوا بعضهم وبيروحوا على الراجل اللي لانس قال عليه، وبنعرف ان اسمه براين فوربس. وفوربس بيبقى عارف موضوع ان فيكتور مش عايز يشتغل في المخدرات، فبيقول لفيكتور انت ولا هتمسك مخدرات ولا هتوصلها ولا اي حاجه، انا ولانس اللي هنتعامل في كل حاجه، انت كل اللي عليك انك هتشغل البوليس عشان تبعدوا عننا في الوقت اللي احنا هنتحرك فيه بالبضاعه في المدينه وبس. وفيكتور بيقلبها في دماغه وبيلاقي انها ما فيهاش مخاطره وفي نفس الوقت فيها فلوس كتير، فبيوافق. وفعلا فيكتور بينزل وبيخلي البوليس مشغول بمطاردته، ولانس وفوربس بيخلصوا من الناحيه التانيه. بس بعد ما بيخلصوا بنشوف لانس وهو داخل عليهم وبيبقى رافع سلاح في وش فوربس. اوبا، وبنعرف ان فوربس اصلا من الشرطه بس كان مخبي عليهم. فلانس وفيكتور بيكتفوه وبيخطفوه عشان يعرفوا ايه حكايته. بس وهم خاطفينه لانس بيشغل دماغه وبيبقى عايز يطلع من فوربس ده معلومات عن تحركات المخدرات اللي هتحصل في المدينه، وده عشان يروحوا هم ياخدوها ويستفادوا بالفلوس بتاعتها. وفيكتور بيقول له ما تشغلش دماغك وحياة امك، انت كل مره بتقول انا بعرف افكر بنلبس في الحيطه، فحط لسان امك في بقك بدل ما اجي اديك بظهر ايدي. فلانس بيقول له لا ما تقلقش يا عم، انا اللي حصل دوت بسببي وسيبني اصلح غلطتي واكمل فرصتي وبتاع الشويتين دول. وفعلا لانس بيفضل يضغط على فوربس وبيطلع منه معلومات، بس كل مره لانس بيضغط على فوربس بيديله معلومات غلط، وفيكتور يمشي ورا المعلومات اللي عرفها من لانس وهو اللي بيلبس في الحيطه في الاخر. لحد ما في الاخر فيكتور فرقع في وش لانس وقال له احنا هنموت بسبب غباء امك عشان كل مره فوربس يديك معلومه غلط وانت كل مره تمشي وراه من غير ما تتاكد وتلبسنا. وفي نفس الوقت اللي هم بيتخانقوا فيه بتظهر لهم دي جانيت، ودي تبقى مامتهم وبتبقى مدمنه وحالتها بالبلا، وبتبقى داخله عليهم بده وبيبقى اسمه غفير، وما تعرفش بقى هي شقطاه من انهي داهيه ولا هو اللي شايطها الله اعلم. ايه يا اسطى العيله الزباله دي؟ المهم ان هي بتبقى جايه عشان تقعد معاهم وبتقول لهم ان هي بتبطل مخدرات وساعدوها وبتاع، وفي الاخر فيكتور بيوافق ان هي تعيش معاهم. وبعدها فيكتور ولانس بينزلوا، ولانس بيقول لفيكتور ان المعلومه اللي طلعها من فوربس المره دي متاكد انها صح 100%، وبيقول له ان في تاجر مخدرات كبير قوي هيعتزل المجال ويخرج من السوق، والتاجر ده معاه فايل فيه معلومات عن اكبر شحنه مخدرات هتدخل المدينه وبيبقى عايز يبيعه. ولانس بيبقى عايز فيكتور يروح معاه على المطار عشان يلحقوا ياخدوا الفايل ده من الراجل قبل ما يسافر. وفعلا بيتجهوا هما الاثنين على المطار، ولما بيوصلوا هناك الراجل بيقول لهم ان هو باع الفايل لواحد تاني وطيارته خلاص يا دوب هتطلع دلوقتي. فبيتجهوا هما الاثنين على الطياره دي وبيلحقوها على اخر دقيقه قبل ما تسافر وتيرا، وبيخلصوا على كل الناس اللي هناك، وفي الاخر بينجحوا ان هما ياخدوا الفايل. وبكده فيكتور ولانس بيبقى معاهم معلومات عن اكبر عمليه مخدرات هتتم في فايس سيتي، وكل ما عليهم الانتظار لحد ما ميعاد التسليم يجي. المهم ان فيكتور بعد كده بيتكلم مع لانس وبيقول له ان السكه دي شمال وان هو مش عايز يبقى تاجر مخدرات وبتاع. فلانس بيقول له ولا انا كمان عايز ابقى تاجر مخدرات، بس دي فرصه وشحنه كبيره وهتبقى مره واحده بس، وهي المره هنستنى ميعاد التسليم هنروح نسيطر على الشحنه نبيعها لتاجر كبير مره واحده، ومن بعدها احنا معانا فلوس ومش هنقرب من اي حاجه شمال تاني خالص. وفي الاخر لانس عشان يسخن فيكتور ويخليه يوافق بيقول له ان الشحنه دي اصلا بتاعه الرقيب جيري مارتينيز. ففيكتور مجرد ما بيسمع اسم جيري وهو اصلا مش بيطيقه عشان دمر حياته وبيبقى عايز ينتقم منه، فبيقول للانس ما تكملش انا موافق. المهم ان فيكتور ولانس بيبداوا ان هم يجهزوا نفسهم، وبعدها بيروحوا على المينا على ميعاد التسليم، وبيبقى جايبين معاهم ناس وبيهبوا على المكان هناك وبيخلصوا على كل اللي موجودين، وبينجحوا في الاخر انهم ياخدوا العربيات اللي فيها المخدرات، لدرجه ان جيري نفسه هاجمهم بطياره الجيش عشان يوقفهم ومعرفش. وهم في الاخر بينجحوا ان هم يهربوا بالبضاعه وبيسافروا بيها للجنب التاني من فايس سيتي في مكان لانس كان اشتراه، وبينجحوا في الاخر انهم يخبوا البضاعه في مكان امان عشان ما حدش يوصل لها. وبكده فيكتور وفانس بيبقى تحت ايديهم اكبر شحنه مخدرات في المدينه، مش ناقص بس غير انهم يلاقوا مشتري. المهم ان بعد كده فيكتور بيكلم جيري عشان يشمت فيه، بس جيري بيقول له ان البضاعه دي مش بتاعته، واصحاب البضاعه الحقيقيين يبقوا عصابه اسمها مينديز براذرز، وهو مجرد كان بيوصلها لهم وحمايه مش اكتر. وفي الاخر بيقول له انه كده كده مش فارق معاه وانه هيخلص عليه هو واخوه وعلى مينديز براذرز كمان. وفيكتور طبعا بيتعصب عشان هو كان مفكر انه بينتقم من جيري، فلقى نفسه لابس مع عصابه مينديز براذرز. وطبعا لانس هو السبب لانه هو اللي كذب عليه في الاول وقال له ان البضاعه دي
تبع جيري مارتينيز. المهم ان فيكتور بيبقى مش طايق لانس، بس لانس بيقول له ان هو لقى حد يشتري منهم البضاعه، وبيقول لفيكتور احنا هنبيع البضاعه وندي ميندنز براذرز فلوسهم ويا دار ما دخلك شر. وفيكتور بيوافق على الكلام دوت، وفعلا هما الاتنين بياخدوا بعضهم وبيروحوا عشان يقابلوا الراجل اللي هيشتري منهم البضاعه. وبعد ما بيقفلوا الديل وبيتفقوا معاه بيرجعوا على البيت عشان ياخدوا البضاعه. ولما بيوصلوا بنكتشف ان امهم سرقت البضاعه ولمت حاجتها وخدت الواد اللي معاها ده ومشيت من البيت. وفيكتور ولانس بيبقوا هما الاتنين حاطين ايديهم على دماغهم ومش عارفين يعملوا ايه ولا هيقولوا الميندنز براذرز ايه. وفيكتور بيكون خلاص جاب اخره من لانس عشان كل القرارات اللي بياخدها بتلبسهم في الحيط. بس على الجنب التاني عصابه مينديز مش بتسكت وبتكون نزلت رجالتها على الشارع عشان تخرب البيزنس بتاعهم انتقاما على اللي سرقوه منهم. وفيكتور ولانس بينزلوا الشارع وبيحاولوا ان هم يقاوموا على قد ما يقدروا، بس عصابه مينديز بتكون بوظت معظم البيزنس بتاعهم في المدينه، وده اللي بيجبرهم هم الاتنين انهم يروحوا المينديز براذرز برجليهم، ارماندو مينديز ودييجو مينديز. وارماندو بيتكلم معاهم بس مش بيطول كتير وبيديهم خيارين، يا اما تموتوا دلوقتي يا اما تشتغلوا معانا. وطبعا فيكتور ولانس هما الاتنين في موقف لا يحسدوا عليه، فبيشتروا حياتهم وبيشتغلوا معاهم. بس بعد كده ارماندوس بيسألهم سؤال بيقول لهم مين اللي سرق البضاعة، فلانس بيجاوب وبيكذب عليهم وبيقول لهم ان اللي سرق البضاعة دي يبقى جيري مارتينيز. بس طبعا الكلام مع الناس اللي زي ارماندو مش بيتصدق بمجرد الكلام، فارماندو بيقول له يبقى تثبت لي ان جيري مارتينيز هو اللي سرق البضاعة يا اما هضطر اني ما صدقكمش وده معناه موتكم. ولانس بيقول له ماشي ما تقلقش هجيب لك الدليل وبتاعه، بيلبسهم اكتر بسبب كذبه. المهم انهم لما بيخرجوا من القصر فيكتور بيقول للانس ايه يا اسطى اللي انت هببته جوه ده وايه اللي انت بتقوله ده، انت بتلبسنا في حوارات اكتر كده، انت لبستنا احنا الاتنين في حوار مش عارفين هنتصرف فيه ازاي. وفي الاخر بيحاولوا انهم يفبركوا الحوار وبيصوروا جيري وهو مع الناس اللي شغاله معاه. ولانس بيسيب فيكتور عشان يروح ياخد الاي دي بتاع فوربس اللي خاطفينه عشان هو اصلا ظابط والكارنيه اللي معاه ممكن يخدم قصتهم. وفي نفس الوقت ده فيكتور بيكون مع ارماندو مينديز عشان بيشتغل معاه وبيحمي له البيزنس بتاعه في الشارع. وفي وسط ما هو شغال مع مينديز بيكون اتعرف على الواد يا بنت ده، بس عن طريق الواد يا بنت ده بيكون اتعرف على الراجل ده جونزاليس، وده يبقى الدراع اليمين لكولونيل كورتيز، وكلهم بيبقوا دايسين في بيزنس المخدرات. وفيكتور بيشتغل معاه شويه عشان بيعمل معاه فلوس كويسه، وبعد كده جونزاليس بيمشيه. وبرضه عن طريق اليواد يا بنت ده بيكون اتعرف على واحد اسمه باري، وبرضه بيكون اشتغل معاه وامن له مغني مشهور المفروض ان هو كان هيعمل حفله في فايس سيتي، وبيعيش معاه شويه وبيعمل معاه شويه فلوس والدنيا بتبقى تمام. المهم ان هو بعد كده بيروح عشان يقابل لانس، ولانس اول ما بيشوف فيكتور بيخطفه بيقول له ان البايكرز سرقوا البضاعه بتاعت مينديز براذرز ويلا بينا نروح نجيبها لهم دلوقتي عشان نخلص نفسنا من الناس ديت ونديهم حاجتهم ونخلع منهم وبتاع. وفيكتور لما بيسمع الكلام دوت بيبدا ان هو يتحرك مع لانس، وهما الاتنين بيبداوا ان هما يطاردوا البايكرز وبيفضلوا ماشيين وراهم لحد المقر بتاعهم، وفي الاخر بيقتحموا المقر وبيخلصوا على اي حد من البايكرز بيقابلوه جوه. وبعد ما بيخلصوا على كل اللي موجودين بيبداوا ان هما يفتشوا في المكان، وفي الاخر مش بيلاقوا حاجه. وفيكتور في الاخر بيسال لانس بيقول له فين البضاعه اللي هم المفروض مخبيينها في المقر بتاعهم وبتاع. وفي الاخر لانس بيرد عليه بكل لا مبالاه وبيقول له مش عارف يا مان، ممكن يكون هم باعوها لاي حد بقى قبل ما احنا نيجي. وبياخد موتوسيكل من بتوع البايكرز وبيبدا ان هو يلعب بيه وبيخلع. وطبعا فيكتور يعني لا حول ولا قوه الا بالله، قضاء وقدر بقى اخويا هعمل ايه فاهم. بس لما بيرجع على المكتب تاني بيلاقي لانس قاعد مهايبر وفي شويه مخدرات لازقين على مناخيره، فبيفهم ان هو اللي سرق المخدرات ولبسها في البايكرز عشان ما حدش يشك فيه. ففيكتور بيتقفل منه وبيفضل يهزق فيه في نفس الوقت اللي بنشوف فيه لويس خارجه من اوضه النوم وبتبقى مستبحه طينه هي كمان وبتعدل هدومها. اوبا. وفيكتور بيبقى شاكك ان اللي في بالنا كلنا حاليا حصل، وهو بيزنقها بالكلام وبيقول لها ما لقيتيش غير اخويا وبتاع، وهي بتفضل تدافع عن نفسها وبتقول له ما عملناش حاجه احنا كنا بس بنشرب البتاع دوت وبتاع. وفي الاخر بيقول لها يا خاينه وبيكرشها. وبعدها لانس الدماغ بتهب معاه وبيخرج بره وبيقول لفيكتور ان المخدرات دي كلها بتاعتي وهو حر يتصرف فيها زي ما هو عايز، وبيقول له كمان انه هياخد كل المخدرات دي دلوقتي وهيرميها في الشارع من الطياره وخلي الفقير يستبح. وفيكتور بيحاول ان هو يوقفه ومش بيعرف، فبيركب المكنسه اللي بالكهرباء دي وبيمشي وراه وبيلم كل اللي بيرميه من الطياره. وبعد كل ده لانس بيروح ينام وبيصحى تاني يوم مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت دي. بس في نفس الوقت ده لويس بتتصل بفيكتور وبتقول له ان الرقيب جيري مارتينيز بيراقبها وعايز يخطفها عشان عارف ان هي المفروض معاه بعد ما مارتي مات، وهو بيقول لها انهم خلاص مش مع بعض، وهي بتقول له ان جيري ما يعرفش الكلام ده ومش هيفرق له، ولو هو مش عايز يساعدها فهي كده كده مش هتفرق وبتقفل السكه. فلانس بياخد بعضه وبيروح لها، بس على بال ما بيوصل بيكون مارتينيز خطف لويس وسايب رجاله تبعه هناك عشان تخلص على فيكتور. بس فيكتور بيخلص عليهم وبعد كده بيروح عشان يدور على لويس. وبعد لفه كبيره في المدينه بينجح انه يحدد مكانها وبيخلص على الناس اللي خطفتها، وبعدها بياخدها على المستشفى. وبعدها على طول الراجل ده
ده طلب انه يقابل فيكتور. ريكاردو دياز اكبر تاجر مخدرات في فايس سيتي، وبيبقى سامع عن فيكتور وبيبقى عارف انه عمل كام عمليه مخدرات لجونزاليس وان هو دلوقتي مش شغال معاه عشان جونزاليس مشاه، وبيقول له بكل بساطه كل اللي انت وديته لجونزاليس عايزك ان انت تسرقه لي وتجيبه لي هنا. وفيكتور لما بيقلبها في دماغه بيلاقيها مصلحه عشان يجمع فلوس اسرع عشان يرجع لمينديز براذرز فلوسهم، وفي نفس الوقت هيبقى في حمايه من ريكاردو دياز. وفعلا فيكتور بيشتغل مع دياز وبيسرق له البضاعه من جونزاليس، وكمان بيروح عشان يسلك له البضاعه لواحد دياز كان متفق معاه من جهاز مكافحه المخدرات. وبعدها بيخطف له جونزاليس وبيوديه بنفسه لحد المطار وبيخرجه من البلد تماما، وبيقول له لو شفت وش امك هنا تاني ههبشك. وبكده فيكتور يكون كسب ثقه ريكاردو دياز، وفي نفس الوقت جمع فلوس عشان يسدد اللي عليه لعصابه مينديز براذرز. وفعلا بعدها بنشوف فيكتور ولانس عند مينديز براذرز في القصر بتاعهم عشان يرجعوا لهم الفلوس بتاعتهم. وارماندو بيقول لهم احنا كده تمام، بس انتوا هتسيبوا المدينه وهتسيبوا لنا البيزنس بتاعكم هنا، احنا اللي هنتحكم فيه، وده مقابل اننا هنسيبكم انتوا وعيلتكم وكل اللي بتحبوهم عايشين، مش هنموت حد فيكم. بس طبعا الكلام ده مش بيجي معاهم سكه، وبتدور الحكايه ما بينهم وما بين رجاله مينديز. بس رجاله مينديز بيبقوا كتير وبيكسروا عظم فيكتور ولانس، وفي الاخر بيرموهم تحت مواسير غاز في مكان في مصنع مهجور. ولما بيفوقوا بيلاقوا رجاله كتير واقفه حواليهم مسلحين وجاهزين ان هم يخلصوا عليهم. يلا بينا. بس رجاله ميندنز الاي كيو بتاعهم عيسى الوزان تحت السلم خالص، فبيولعوا في نفسهم، وفيكتور ولانس مش بيحصل لهم حاجه مع انهم واقفين جنبهم على طول، بس المنتج عايز كده. وبعدها لانس بيتحشر وسط النار وبيبقى مش عارف يخرج، بس فيكتور بيخلص على رجاله ميندنز وبينقذ لانس وبيخرجوا من المكان على اخر لحظه قبل ما ينفجر. وبعدها على طول بنشوف لانس وهو في المكتب وبيبقى جمع فيل وامبرتو برجالته عشان ينتقموا من ميندنز براذرز على اللي عملوه فيهم. ولما فيكتور بيجي لانس بيقول له انا جمعتهم، انا كده اتصرفت صح ولا غلط؟ وفيكتور بيقول له انت اول مره تعمل حاجه صح في حياتك، يلا بينا. وفعلا كلهم بيتحدوا مع بعض في نفس الوقت اللي عصابه مينديز براذرز بيكونوا نزلوا الشارع عشان يهجموا على البيزنس بتاع فيكتور ولانس. بس هم المره دي بيبقى معاهم فيل وامبرتو، فبيقدروا ان هم يسيطروا على الموقف وبيهجموا على كل رجاله مينديز اللي بيحاولوا يخربوا البيزنس بتاعهم، وبتولع الحرب منهم وبين عصابه مينديز براذرز، بس هم اللي بيكسبوا في الاخر. وبعدها لانس بيقول لفيكتور ان جيري مارتينيز هيروح يزور لويس في المستشفى، فاكيد مش هيروح لها زياره بقفص سفندي، اكيد هيروح عشان يخلص عليها. وهو بيروح لها قبل مارتينيز بيوصل لها وبيتاسف لها عشان فهمها غلط بقى لما شافها مع لانس، وبيقول لها معلش الفتره دي كنت مضغوط ومتلخبط ومتشخبط ومتشقلط وشويه كلام كده ايه في السمباوي منه. بس في نفس الوقت اللي هو كان بيعطف ويلطف فيه ده بيجي له رساله من لانس وبيقول له انت لازم تيجي تنقذني دلوقتي حالا وحاول تيجي بهليكوبتر. ففيكتور بيتخض لما بيشوف الرساله وفعلا بياخد الهليكوبتر بتاعت المستشفى وبيروح عشان ينقذ لانس. ولما بيروح هناك بيلاقيه موجود في وسط حريقه، وبعد كده لانس بيقول له ان جيري مارتينيز هو اللي عامل المؤامره دي كلها، وخلى فيكتور يروح على المستشفى عشان يستفرد بلانس ويخلص عليه وياخد البضاعه من المكان وهو لوحده. بس لانس بيبقى انقذ نفسه منهم، بس هم للاسف خدوا البضاعه وبيهربوا بيها دلوقتي من البحر، فبيروحوا وراهم وبيخلصوا عليهم. وبعدها لانس بينزل عشان يلم البضاعه، وبعدها فيكتور بياخد لويس عشان يروحها، وبعدها بيقول لها ان هو هيغيب عنها شويه عشان هو دلوقتي في وسط حرب، بس هيخلص الحرب دي وهيرجع لها تاني. وبعد ما بيسيبها بياخد بعضه وبيروح على اليواد يا بت ده عشان يوديه على المستشفى عشان محتاج ان هو يعمل اعاده ضبط مصنع. وبعدها بياخد بعضه وبيرجع على قصر ريكاردو دياز، وبنشوف لانس وهو قاعد هناك وعامل دماغ طينه، وبنعرف ان لانس اخد من ريكاردو دياز قرض كبير واتفق معاه انه هيرجع له 25% منه كل اسبوع او يشتغل له لحسابه بيهم. ففيكتور بيقول له قرض ايه يا اسطى اللي انت استلفته من ريكاردو ده؟ الله يخرب بيتك فقرتني. فلانس بيقول له دي فلوس كتير استلفتها وما عرفتش اسدها وهنشتغل له بيها وبتاع. وبعدها بينام ننا عشان شرب كتير، وبيلبس فيكتور في الطلعه دي لوحده. بس الطلعه دي كانت جايه على هوا فيكتور قوي عشان هتتعمل على مينديز براذرز، وبنعرف ان ريكاردو دياز عايز يدمر الخزنه بتاعت مينديز جوه القصر. ففيكتور بياخد بعضه وبيروح على هناك وبيلاقي عربيه فيها ريموت كنترول بيتحكم فيه في روبوت. المفروض ان الروبوت ده دلوقتي جوه القصر، والمفروض ان الروبوت ده دخل جوه القصر على اساس ان هو مكنسه بالكهرباء وبيساعدهم في التنظيف وبتاع. بس الروبوت ده اساسا بيبقى مزود بكاميرا وبيبقى فيه في نفس الوقت اسلحه عشان لما يعرفوا مكان الخزنه اللي جوه القصر يولعوا فيها في ساعتها. وفعلا فيكتور في الاخر بينجح ان هو يوصل للخزنه ده بالروبوت وبيولع فيها. بس مينديز لما بيعرفوا اللي حصل وبيعرفوا ان فيكتور هو اللي عمل كده مش بيسكتوا وبيخطفوا لويس، واختها بتقول لفيكتور انهم خدوها على القصر بتاعهم وبيبقوا عايزين يقتلوها، وهي بتستنجد بفيكتور عشان ينقذها. ففيكتور ولانس بيروح على القصر وبتدور حرب كبيره بينهم، بس لانس بيتهور وبيدخل لهم برجليه فبيخطفوه هو كمان. اهبل كتاب حياتي يا عين
وفيكتور بيخلص على اللي بيقابله منهم لحد ما في الاخر بينجح ان هو يدخل جوه القصر وبيواجه ارماندو مينديز وش لوش. وارماندو بيبقى مستعد لفيكتور وبيبقى عايز يولع فيه حرفيا، وبتدور العركه ما بينهم، بس في الاخر فيكتور بينجح ان هو يخلص على ارماندو. وبعدها بيدور على لانس ولويس لحد ما بيلاقيهم، بس لويس بتكون خلاص في اخر انفاسها وبتوصيه على بنتها وبعدها بتموت. وفيكتور بيبقى باين عليه ان هو زعلان عليها قوي عشان فعلا كان بيحبها بجد. ولانس بيكون مغمى عليه وبعدها بيفوق وبيخرج بإفيه كالعاده. وبعدها بنشوف فيكتور مع ريكاردو دياز وهو بيقترح عليه ان هو يسرق طياره هليكوبتر من مقر الجيش عشان يروحوا يعملوا نوع على دييجو اخو ارماندو مينديز، وبكده يبقوا خلصوا منهم هما الاثنين. ففيكتور بيروح لفيل وبياخده معاه عشان يساعده انه يقتحم مقر الجيش عشان يسرق طياره هليكوبتر. وبعدها بيرجع تاني على القصر عند دياز عشان يديله التمام. وبنعرف ان هو هيروح يدمر المبنى بتاع البيزنس بتاع عصابه مينديز في الوقت اللي دييجو هيبقى فيه هناك. بس قبل ما فيكتور يمشي بيقول لدياز ان هو مش راجع تاني، وانه مش بيعمل ده علشانه، وانه بيعمل ده عشان خاطر لويس. وبعدها بياخد الطياره وبيروح على المبنى بتاع مينديز، والطياره بتقع على سطح المبنى بتاعهم، ومن هنا العركه بتدور. وفيكتور بيبدا ان هو يدخل المبنى وبيخلص على اي حد بيقابله قدامه، لحد ما بعدها بشويه بنشوف جيري مارتينيز جاي هو كمان عشان عرف ان فيكتور هنا. وبعدها بنشوف دييجو وهو برضه مستعد لفيكتور لما عرف ان هو هنا عشان يخلص عليه، بس فيكتور مش بتفرق معاه وبيزنقهم هما الاثنين على السطح وبيخلص عليهم مع بعض. وبعدها بشويه لانس بيجيله، طبعا دخلته على طول ها 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 وبتاع ويا ابو دم خفيف والكلام ده. وبعدها لانس بيقول له انه مخبي شويه بضاعه حلوين ممكن يعملوا لهم شويه فلوس على جنب كده وبتاع. وفيكتور بيقول له لا مفيش منه تاني، ده خلاص كده كده بح، فنهدى شويه كده بقى ونعل عشان في حلقات فاتت وحلقات هتيجي وفي موسم جديد داخلين عليه، وفي انستجرام ممكن تجيلي عليه عشان تعرف معايا الجديد اول باول مثلا وكده يعني. فيلا بينا ناخدوا الطياره ونشيره من هنا. انا حبيتك وجرحتك. وشكرا لو وصلت لحد هنا في الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو عجبك قوي ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عجبك قوي قوي فعليكوا على الكومنتات بقى. بص انا ماشي بعلاك. وما تنساش تتابعني على الانستجرام، هو معلهوش صور بس على طول هناك بنعمل استطلاعات رأي عن الحلقات اللي هتنزل في المستقبل. وبس كده، سلام.